من يسبقون الأحكام عليهم النظر للجنوب إفريقيا الذي أبهر العالم بمونديال هو الأفضل بلغة الحسابات والأرقام. ومن يدعون بملاعب ملغومة في يمن الجنوب عليهم بإحضار كاسحات ألغامهم ليؤمنوا بأن هواجسهم قد تذهب أدراج الرياح. ومن يراهن على ندرة سرير في فندق عليه أن يحجز وسيجد الرد مبهرا وقاسيا. هكذا يقولها أحفاد سبأ الباحثون عن مخاض لبطولة قد تغير المسار فنيا وإداريا وتقلب كامل الطاولة على العازفين على وتر الأرهاب والأمن. قانون دورة الخليج يقول إنها دورة كروية أو دورة رياضية بين الدول العربية المطلة على الخليج. الدول العربية المطلة على الخليج. قالوا لنا زين كايبتوا اليمن. قلت زين اليمن له وضع خاص. اولا اليمنيين عايشين في الخليج سنين وبنين ويانا من عمر. الطرود الملغومة بدعة لم يبتكرها يمنيون قلوبهم تخفق انتظارا لموعد فرحة، بل ابتدعها حاقد على وحدة صف لا يريد حضارة. من عشق يمن مأرب وملكة سبأ لن يقبل بديلا بإقامة أعظم حدث على أرض السعادة. ومن أخلص بحب نابع من قلب عليه أن يتحدى صوت المدافع ويعلن المبايعة لكرة قد تجمع بعد تفرق وقد تصلح ما قد أفسد من سياسة. دورة الخليج مدرسة ليس فقط بطولة استفيد منها، لأن البطولة قد تحققها وقد لا تحققها، واحد من 8 يحققها. لكن المدرسة تقدر تستفيد منها إذا كنت ذكي. شلون تتعامل مع الإعلام، شلون تتعامل مع الجمهور، شلون تتعامل مع المنافسة الشرسة، شلون الشرسة رياضيا يعني شلون تتعامل مع الضغط النفسي، شلون تتعامل مع عناصر اللعب، حكم، مدرب، جهاز إداري، فندق، حكرة معسكر. فهذه مدرسة اللي تقدر تضمن انك تستفيد منها. اخيرا علينا ان نقرأ الطالع ونتصور بان يمن السعادة يصارع على اللقب. وقتها لن نجد مقاعد المدرجات تفرق بين يمن جنوب او شمال، فلغة القلوب ستجمع البشر خلف مسمى واحد. فهل نعطي الكرة الفرصة لصياغة هذا المسمى لتدخل المرمى وتسجل الهدف